هي صرحت ان عندها مسلسل ولا صرحت ان هي مش هتكون موجوده في الجزء الثاني؟ طب ما طبيعي ان هي صفصف بعد كل النجاح دوت ان يجي لها عروض. اما الناس حبت جعفر العمدة كده، الممثلين بتوعه حبوه قد ايه؟ والله لسه في مناقشات، بس انا المفروض ارتبطت بمسلسل في رمضان تبع دبي، فلسه انا الحقيقه انا يعني شبه مضيت خلاص، الاتفاق تم. كان بقى يعملوا الجزء التاني بس انا ممكن ما بقاش موجود. فكره مين علق ان هو مش هيكون موجود او هيكون موجود؟ زي مثلا بتقول لي مدام هالة صدقي صرحت ان عندها مسلسل. هي صرحت ان عندها مسلسل ولا صرحت ان هي مش هتكون موجوده في الجزء الثاني؟ هي هالة صدقي ما صرحتش ان هي مش هتكون موجوده في الجزء الثاني. هي هالة صدقي قالت ان هي عندها مسلسل. طب ما طبيعي ان هي صفصف بعد كل النجاح دوت ان يجي لها عروض. هو كل الممثلين جالهم كم من العروض هائل، لان هم الكوكبه اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمها بان هم يكونوا اكتر ناس نورت في الموسم. فبالتالي هو اكيد هم اكتر ناس هم واخدين الدوري، فهم اكتر ناس جايه لهم عروض. انا عارف من كل ممثل ومن براه ايه كم العروض اللي عنده. بس هل السؤال اما الناس حبت جعفر العمدة كده، الممثلين بتوعه حبوه قد ايه؟ اللي عاشوا كواليسه وعاشوا فرحه وعاشوا تعبه وعاشوا حصد نجاحه، كلهم عايزين يكونوا موجودين وكلهم حابين يكونوا موجودين، منهم مدام هالة صدقي اكيد. وبعدين مدام هالة صدقي في كل كلامها معايا، احنا بنقعد نحكي، انا بقعد احكي انا وهي في الحاجات اللي موجوده ليها في الجزء الثاني. مدام هالة صدقي دي جميله وممثله عظيمه وست ما بتتاخرش عن الشغل وما بتتاخرش عن اتمام مشاريعها، وهي هتكون سعيده جدا بوجودها في الجزء الثاني وهتكون مفاجاه كمان. انا الملكه.